في بداية الموضوع أنا شخص قضى حياته موجوع، بكتم وعيني مليانة دموع، شايل أحزان، عشت في هموم تعبان حزين مهدود الحيل، مش ذنبي إني طلعت فقير على قد الحال. أصل الحكاية وبدايتها الإنسانة اللي أنا حبيتها، عن كل الناس أنا بديتها، كان حلم عشت ببني فيه، مش من كتر الغرام ما بينا، بس احنا من يوم ما تقابلنا شايفين ان الجواز تالتنا، بس النصيب رافضنا ليه؟ قررت ان اخطبها، قلت اروح من بتاع طلبها، ولو عشان الدنيا حاربة وما تسيبنيش، جايب ابويا وامي واللي انت عايزه يا عمي امرني، قال لي بنتي مش ليك اسمع مني، وما قبلنيش. خرجت والدموع في عيني، امي عماله بتواسيني، ازاي هسيب حب سنيني، ولا عشان على قد حالي اكمن ابوها من يومين، وانا اللي جاي من بيت فقير عقلي هيشد من التفكير، ازاي حبيبتي تنقوا بالي من يوم اللي حصل، ومفيش خبر عنها بيوصل لي، وحشاني وفراقها مدمرني، دي غيرها ماليش، كل ما رن عليها مقفول ومش عارف اوصل ليها، انا عارف ان ابوها مخليها ما تكلمنيش، دخلت حالة اكتئاب مفيش سؤال ولا جواب، راحت سابتني في العذاب، كل اللي بينا فجأة راح، ببكي وبفكر طول الليل منين اجيب فلوس كتير هعملها عشانها المستحيل، ان شاء الله تاجر في السلاح، وادي اخر الموضوع، عشان انا مشيت في الممنوع، مشيت في سكة ما فيهاش رجوع، وبروحي خاطرت صفقة بتجر التانية، بقت معايا فلوس وفي ثانية، انا قلت هانت هتبقى ليا لابوها، انا روح، ولما رحت عند بيتها لقيت في البيت يا ناس صورتها في الكوشة قاعدة مع عريسها، أو أمثلت مني الدموع، ازاي يا ناس كل غيري دي لأجلها ضاعت سنيني، بقى بعد كل ده تسيبيني أعيش لوحدي أنا موجوع.